قضيت من سنة 90 طلعت 2007. من شهر 8 90 طلعت 29/7/2007. كانت مدة الحكم 17 سنة أصلا؟ لا، مدة الحكم 15 سنة، والباقي اعتقال قبل الحكم واعتقال بعد الحكم سنتين. فكان ضابط المباحث أحمد سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر، كان هو ضابط مباحث أحمد سليمان مدرب حراس المرمى بتاع المنتخب، كان رئيس مباحث السجن، كان ضابط مباحث في السجن. فطبعا لما انا اتخانقت مع المخبر جه هو اتخانق معايا، حصل بيني وبينه مشاجره، عمل لي غرزتين في وشي. طبعا هو واصل جدا. يعني احمد سليمان هو اللي نعم حضرتك هو اللي عورك العوره دي؟ حضرتك هنا، وفي غرزتين تاني في دماغي. قعدت في لومان ابو زعبل 12 سنه بدون زياره. 12 سنه بدون زياره. كان عندي محمد وابو بكر ابنائي ما شفتهمش، اللي هم كبار يعني، جم فتحوا زياره بعد 12 سنه ما عرف، لا هم عرفوني ولا انا عرفتهم. ال 12 سنه دول طبعا حدث فيهم احداث عظيمه يعني كبيره جدا. 12 سنه في الاستاذ عبد العظيم المحامي ده كان معايا في ابو زعبل في حدث قعد معانا يعني فتره، عارف ايه اللي حصل. ال 12 سنه دول طبعا بدون زياره، بنتفتش تفتيش يعني كل يعني يوم ويوم، ما تعرفش الوقت اللي فيه التفتيش هيجي فيه. يعني مره تتفتش بعد الفجر، مره الظهر، مره العصر، مره المغرب، ما تعرف. طول النهار قاعد متاهب ان هيجي لك التفتيش. طبعا التفتيش احنا ما عندناش حاجه تتفتش، كل واحد بطانيتين، معذره جبدا لقضاء الحاجه، ازازتين للميه، ازازتين بس 2 لتر للميه، ومفيش اطباق ولا اي حاجه للاكل. بيحطوا لك الرز على الخبز والفول على الخبز والعدس على الخبز. طبعا فول ورز وعدس، والله اعلم اقول شهيد. 12 سنه فول ورز وعدس بس. طبعا حاجه سيئه جدا يعني ما تتخيلش يعني. بعد 3 سنين من الحبسه، اخين واقفين على الزنزانه بيتكلموا، والله يشهد على هذا الكلام، فبيقول له انت طلعت دود قد ايه من الرز النهارده؟ قال له ده كتير جدا، النهارده جاي كتير. طلعت اقول له دود ايه؟ قال لي انت ما بتلاقيش رز ولا ايه؟ ده احنا كل يوم بيطلع دود. كنت باكل رز بالدود يعني، ما كنتش اعرف ان هم بينقوا. ال 12 سنه دول طبعا يعني الحدث فيهم، طبعا احنا كناش بناكل اللحمه اللي هم بيجيبوها، بيجيبوا قطعه لحمه كل خميس، طبعا لحمه مستورده فما كناش بناكلها. فإخوة كتير جدا تعبوا تعب شديد جدا. مات 8 من الإخوة معانا. يعني بدأوا يخفوا علينا بعد سنة، بدأوا يضربونا كل شهر، بدأوا يضربونا مثلا كل شهرين، بدأوا يجوا تفتيشوا ما يضربوش كده يعني. الفترة كلها كانت بالشكل ده. هو طبعا اللي كان بيقاوم بيتبخي بالرادع وبيتكلبش خلفي وبيتضرب بقى، ده ضرب لازم يخش كله دم او مغمى عليه. ماتوا من جالنا ضابط، احنا قعدنا من 94 لحد 96 ما فيش الا الضرب بس، ما فيش اي وسائل ثانيه. جالنا ضابط بقى جديد اسمه وليد فاروق النادي. ده ضابط امن دوله يعني مالوش وصف. مش ممكن تتضرب وانت لابس هدومك، لازم تتضرب وانت عريان خالص. انا بقول لحضرتك كده بالظبط يعني. وليد فاروق النادي ما فيش حاجه اسمها اخ يتضرب وهو لابس ملابسه، لازم تقلع خالص. اللي بيقاوم بتتقطع الهدوم ويسيبوك بملابسك متقطعه. فطبعا اتعملت مره واثنين وثلاثه مع الاخوه اللي كانت بتقاوم وكده، فبداوا يقلعوا لانه بيقعد بقى طبعا ما فيش صلاه، بيصلي وهو جالس عشان العوره، ما فيش ملابس طبعا. ده هي بدله كل سنه بيجي يدوها لنا، بدله بس خيش كده بيدوها لنا كل سنه. طبعا الضرب وقلة الغذاء. أنا طبعا ما عنديش أسنان خالص، منعوا عننا الملح، مش لوحدي، معايا إخوة كثيرين جدا ما فيش أسنان عندهم بسبب نقص الكالسيوم. كلنا أصبنا بنقص كالسيوم. طبعا عشان ما تقرفوش كنت أو حضرتك ما عنديش من تحت ولا فوق. معلش عشان ما فيش يعني. انا متزوج زوجتين وما اعرفوش. بس انا هقول لحضرتك، انا هقول وفاء
ده اللي حدث بقى معانا في طوال من بسبب ان وليد فاروق ده كنا بنعمل ازايز الميه دي اللي بتاعت البيبس، نعملها خيش كده ونحطها على اليد الزنزانه كلها، فيها شباك خلفي كده وفتحه في الباب اسمها النضاره، فتحه كده 15 سم في 15 سم، فبنطلع الازازه نعلقها بره الهواء نشرب ميه ساعه. جه شافها راح عامل لنا سلك على الفتحه عشان ما نطلعش والله اعلم ما اقول شهيد. كل زنزانه فيها واحد، عدد ايه؟ واحد بس. نعم واحد بس. كنا بننشر الملابس بره نطلعها طبعا حديد كده على الشباك، فبنحط البطاطين عشان الحشرات وكده، فراح عامل لنا سلك برضه على طبعا مفيش حموم، تاخد ازازتين ميه بس ما بتتوضاش عشان تشرب ازازتين ميه. فكان الاخوه بتصوم يوميا، فيصوم ويسيب ازازه يشرب بيها وازازه يغسل بيها مثلا الملابس داخليه، عشان طبعا القمل كان حاجه رهيبه، الجرب حاجه رهيبه جدا، امراض بقى كلنا يعني اصبنا باصابه شديده. الاخوه عمل بقى معانا، جرب معانا تجربه، مش هقول اسماء الاخوه اللي حدث معاهم، هم من اللي ماتوا، مش هقول اسمائهم لان ماتوا بالاعتداء الجنسي. طبعا الاخ اللي يمرض يجيبوا له مضاد حيوي، والله على ما اقول شهيد، والعلماء اجمعوا على من اشهد الله على زور فقد كفر، فلن اكفر عشان اكذب يعني مثل هذه الكلمه. اقسم بالله العظيم تتفضل المضاد الحيوي وتحط الاخ بالشم المخدر ويدوها له، يقدموها له انه مريض، ينام يدخلوا الجنائيين يعتدوا على جنسه. فطبعا الاخ بيستيقظ من النوم، 2 من الاخوه عملوا اضراب لحد ما ماتوا الاثنين، منهم واحد من سكان اسكندريه. الاثنين اضراب لحد ما ماتوا والله الاثنين. انا طبعا كانت بتيجي المصلحه طبعا بسبب موضوع احمد سليمان ده. ممكن اسماء الضباط بقى طبعا موجودين، ما فيش حد انا ناسيه الحمد لله ابدا. اسم مدير السجن واسم هو كان محمد، طبعا هو وليد فاروق النادي راس الامر كله. وليد فاروق النادي ده هو اللي ماسك في ابو زعبل حتى الان. ده طبعا عندهم بقى يعني اللي عمل لهم اللي ما حدش عمله. جه اخ اسمه احمد عبد الرحمن من الفيوم في قضيه اسمها قضيه الشوقيين. ده جاله بواسير، قعد ينزف 3 سنين، 3 سنوات وهو بينزف دم ما حدش بيعالجه. احمد عبد الرحمن ابو شوقي لحد ما مات بالجفاف، جاله جفاف ومات رحمه الله عليه. في اشرف اسماعيل، اشرف اسماعيل ده ما فيش حد زيه ابدا صدق يعني، من حرق المصاحف والله لم المصاحف كده من الزنازين، مر كده بالليل. انتوا ولا عايشين السنوات دي كلها ليه؟ اخ طبعا مش واخد باله، السنوات دي كلها عايشينها، ده لو الواحد حبس حمار مكانكم كده كان مات. قال له احنا معانا كتاب الله، كتاب الله الحمد لله، راح جاي الصبح لامي من المصاحف في شوال وراح مخرجنا كلنا، وشك في الحيطه وشك في الحيطه زي الاسره كده، وراح دالق الشوال كده قدامنا ومولع فيه. اشرف اسماعيل ده دي حاجه بسيطه، دي مش حاجه، دي حاجه بسيطه. ده خرج كل العنابر، كان تأديب لمن ابو زعبل غير العنابر اللي احنا فيها. التأديب ده كان فيه مثلا قرابه 100 اخ، حاطينهم 8 مع بعض في زنازين، 8 يروح كلهم يضربهم، خرجهم كلهم وراح مخرجني انا واخ تاني اسمه هشام عبد المنعم، ده بيلعب كونغ فو بطل يعني، واخوه مدرب المنتخب دلوقتي وهو بطل يعني بيدرب نادي الترسانه. فخرجنا مكلبشين ووقفنا احنا الاثنين، كان جاب لي هشام ده في عنبر 5 معانا، فوقفنا احنا الاثنين وجاب الاخوه دي كلهم، قال لهم طوفوا حوالين الشجره دي قولوا لبيك اللهم لبيك. طبعا بالخرزان اقسم بالله هم قاعدين عملوا الحيطان بتاعت سور السجن اللي عليها صوره حسني مبارك، قال لهم اسجدوا. فطبعا الاخ اللي كان معايا قاعد يقول له اتقوا الله ما تسجدوش انتوا وقتلكم لو هتوقع مش عارف ايه، راح ضربوه كسر له فكه والاخوه سجدوا. طلب ان ايه يعني يتم القبض علينا. طبعا اتخذنا وسالونا عن الهروب، احنا ما عندناش علاقه خالص بالهروب، وتعذبنا تعذيب جامد جدا، وطبعا مش حد يقدر يثبت التعذيب اللي بيمارس معانا، لان احنا في اماكن ما نعرفش نحدد اقامتنا فين، احنا طبعا متغميين. طبعا كنا بنروح معهد امناء الشرطه لحد طبعا ايه خرجت ب 89، اتخذت تاني في اخر 90، قعدت لحد 2007
يعني خارج في سنه 2007. الفتره دي معلش الموضوع مش انت قعدت من سنه 90 لغايه 2007؟ من سنه 90 ل 2007. والفتره دي كلها كان وضع غير قانوني. كنت خدت 10 سنين، المفروض اخرج سنه 2000. يعني انت خدتهم بمحكمه ولا ايه؟ محكمه عملوا لنا محكمه اللي هي قضيه كان فيها الشيخ عبد الله السماوي، قضيه اسمها قضيه الفيديو، وخدت 10 سنين، المفروض اخرج 2000. فاخرجت 2007. طبعا الوقت مش معايا، بس عندي بتاع حوالي 10 قضايا، لان المحامين بيجزوا الفترات. فطبعا بيحكموا لنا تعويض عجيب جدا، بيحكم لك في السنه 4000 جنيه في السنه. 4000 جنيه في السنه، الواحد محروم من اهله ومن زوجته، وامه مريضه مش قادر يقف معاها. طبعا من اشد الحاجات اللي كانت تؤلم الواحد اللي انت في السجن وحاسس ان امك بتموت وهي مش قادره تجيلك وانت مش قادر تشوفها. وبعد كده الوزير في سنه 2005 سمح لي بزياره، يعني من عليا ان انا ازور امي، لكن انا متهم المفروض ما ازورهاش. طبعا وفي الجرايد ان حبيب العدلي لفته انسانيه من الوزير ان هو سمح بالمسجون السياسي ان هو يزور والدته. طبعا كنا بنتعرض بقى الحرمان من الزياره، الحرمان من التعليم. يعني مثلا حبيت اخش الجامعه، قال لك انت اجنبي لازم تروح للوافدين، فبعت الاخصائي الاجتماعي يروح يقدم لي اخش مثلا اخش ادرس دراسه جامعيه. فجي قال لي ان المخابرات مانعين. قلت له طب هات ورقه تثبت اللي انت اتمنعت. قال لي يا ابني المخابرات هديني ورقه ازاي؟ ونروح امن الدوله، نروح لزغلي، بنقعد في الحجز هناك بالشهور، وخلينا نرجع تاني السجن يقول لك ده خرج وتم ممارسه تاني اعمال ارهابيه ورجع السجن، واحنا ما خرجناش اصلا. والاحكام بتاعتنا خلصناها، يعني انا معايا احكام بتعويض لحد النهارده ما صرفتش منها حاجه خالص. وكان الشيخ فضح في هذا النظام، قال حسني مبارك يقتل الابرياء، حسني مبارك يرمل النساء، حسني مبارك كذا وكذا. فاستشعر حسني مبارك ان الشيخ عمر عبد الرحمن هيبدا ليه قاعده في امريكا. على الفور انظروا الى العجب العجاب، ماذا فعل مبارك؟ الشيخ في سنه 88 كان في قضيه اسمها قضيه التجمهر. قضيه التجمهر دي كنا بنصلي في مسجد الفيوم، وفجأنا بعد انتهاء الخطبه حتى انهم قبل لقاء الجمعه ده دعانا المأمور، وانا كنت مع الشيخ وقال يا شيخ عمر بقى احنا مش عاوز تدعي علينا، وكفايه دعاء، واحنا بدايه رمضان ويعني صفحه جديده وان شاء الله يبقى التعامل طيب. والشيخ اخذ بهذا الوعد، وطبعا الوعد الخبيث، وفعلا الشيخ لم يدعو عليهم في هذا اليوم، واذا بهم يعدون العده لقتل الشيخ في هذا اليوم. ايه التهم اللي تهم في الشيخ عمر؟ واحد، التحريض على ارتكاب جرائم العنف والاغتيال في امريكا، ودي خد فيها 20 سنه. التحريض على نسف المنشآت العسكريه الامريكيه. 3، التآمر لنسف وتدمير بعض المباني الهامه في نيويورك. 4، انظروا الى العجب العجاب عشان يرضوا بقى النظام حسني مبارك بقى، احنا الحكم السياسي هو لعمر عبد الرحمن، بس مقابل بقى ايه؟ تمرر لنا مصالح ايه؟ اسرائيل. انت بقى يعني اسرائيل دي بقى وتكبس على انفاس الشعب المصري وتبيد الشعب المصري، واحنا عم عمر عبد الرحمن الفزاعه بتاعتك ده اللي انت خايف ان هو يعني يجي يعمل لك هنا ثوره، لا احنا هنقضي لك على عمر عبد الرحمن، بس مقابل ان انت بقى ايه؟ تجعل ترضي النظام الامريكي الاسرائيلي. الحكم الرابع عشان يرضوا حسني مبارك عملوا له التآمر والتحريض على اغتيال حسني مبارك اثناء زياره كانت مقرره له انذاك في نيويورك عام 93. وده هذا العجب العجاب، وده حكموا عليه فيها ب 285 سنه. لا 285 سنه. ده طبعا لا حسني مبارك انذاك ذهب، ولا في اصل حتى وزير العدل الامريكي اللي بيترفع عن الشيخ عمر اسمه رمزي كلارك. الشيخ طبعا مريض بعده امراض، عنده السكر قبل يعني منذ وعمره عنده 40 سنه. طبعا كانوا بيهملوا في علاجه فترات طويله جدا، الى ان وصل ان احدى قدميه تفحمت، وقالوا له لازم تبطل. الشيخ قال لا،